السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. بالنسبه للاحرار اللي مازال ما اشتركش في القناه، الاشتراك في القناه، البارطاج ديال الفيديوهات، وخصوصا اللايكات والضغط على الزر باش يوصلكم اننا نشرنا الفيديوهات. اليوم الخوت جميع الصحافه الحموشيه، الصحافه المنصوريه ديال هذا النظام الخبيث، كلهم المواقع والعبيد والمندسين يروجون للروايه البوليسيه ديال كيفاش محمد زيان كيصلي وهو كيشرب الشراب. هذا الفيلم البائس من اخراج الجلاد والخبيث مخرج الافلام الجنسيه عبد اللطيف الحموشي بدا ردا باش يطعنوا في الكلام ديال النقيب محمد زيان، لانه كان قال لهم قطعوا عليه الصلاه ديالو ما خلاوش يكملها منين جاو يديوه. فتما بدات كتخرج الروايه البوليسيه ديال انهم ما قطعوش عليه الصلاه، وديال كيفاش هاد محمد زيان كيصلي وهو كيشرب الشراب. فهنا اول حاجه حنا ماشي شغلنا في زيان واش انه يشرب او لا ما يشربش. محمد زيان ما شفناهش سكران كيتمايل في الزنقه، مع العلم واخا كاع نشوفوه سكران ماشي شغلنا فيه، لان زيان ليس بوزير في الدوله، ليس برئيس الحكومه، ليس بمالك ديال البلاد. يعني هذا محمد زيان هو مواطن ومن حقه يدير اللي بغى. منين يكون في المسؤوليه، يعني شاد شي وزاره او لا رئيس الحكومه وكيتخلص من فلوس الشعب ولقيناه كيبدر المال العام وكيسكر من المال العام، ديك الساعه نقدروا نجيو نتحاسبوا معاه، نجيو نقولوا له اجي السي فلان علاش كتشرب، علاش كتسكر من الفلوس ديال المال العام، من فلوس الشعب المغربي. ولكن زيان ما كيتخلصش من المال العام، زيان ليس بوزير، ليس برئيس الحكومه، يعني حتى الا شرب الخمر بينه وبين راسو ما شفناش حنا سكران، ما شفناش كيتمايل في الشوارع. وهذا الشيء الخوت كنعاود نقول لكم هذا الفيلم كامل لانهم منين جاو باش يهزوه الجلادين ديال الحموشي تما كينات لقاو السيد كيصلي وخرجات المعلومه ديال انهم قطعوا عليه الصلاه، فلذلك هما خارجين كيبغيو زعما يهبطوا من القيمه ديالو ويقولوا كيفاش الصلاه مع شرب الخمر. ايوا اجيو لهنا نشوفوا ملك البلاد، الملك المفترس محمد السادس الذي يلقب نفسه بأمير المؤمنين ويدعي أن جده الرسول. أجي نشوفوا واش كيدير. ايوا كيفاش ها أمير المؤمنين ها هو كيصلي وشرب الخمر والسكرة والممارسة مع الرجال. ايوا هذه راه خطيرة أكثر بكثير. فحنا الملك المفترس محمد السادس هو يعلن أنه أمير المؤمنين، وكنشوفوه كيمشي يصلي، وكيشوفوه كيدير الدروس وكيبدا يكذب على الشعب المغربي، وكنشوفوه كيخطب وكيكذب على الشعب المغربي، كيقول لهم أن جده الرسول. ايوا هذا الملك المفترس هو أمير المؤمنين وجده الرسول وكيشرب الخمر، بل أكثر من ذلك ها هو سكران معربط في باريس، ها هو معربط يتمايل في شوارع باريس. واجيو لهنا النقيب محمد زيان ما شفناش كيتمايل في الشوارع د باريس او لا في الشوارع د الرباط. واجيو لهنا اكثر من ذلك النقيب محمد زيان ما عمرو قال لنا انا امير المؤمنين، ما عمرو قالها. اجي الا شرب من حقه. وكيفاش دابا واش بان لكم عين النقيب محمد زيان فيتو كتقولوا وكيفاش الصلاه مع شرب الخمر، وما بان لكمش امير المجرمين الملك المفترس اللي كيقول امير المؤمنين ما بان لكمش هذا كيشرب الخمر؟ وها هو نوريوه لكم عاوتاني، ها هو يتمايل، ها هو سكران يتمايل في الشوارع ديال باريس ومعربط. ايوا ها هو السكر العلني والهيلاله والفوضى وكل شيء دايره. ايوا شتيو علاش هذا النفاق فيكم؟ بل اكثر من ذلك الملك محمد السادس، هذا الملك المفترس محمد السادس العالم كامل كل شيء كيعرف انه يمارس مع الرجال شنو تيديرها وشافوه الناس في باريس وشافوه الناس في هولندا وشافوه الناس في عده اماكن. وانا عندي دلائل قاطعه ساطعه مانعه على هذا الشيء هذا، وغادا تجي الوقت ديالها وغادا تخرج هذا الشيء هذا، غادي يخرج في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. فراه كنعاود نذكركم بشي حوايج. راني فايت سمعت لكم تسجيل مع مدير التشريفات الملكيه والاوسمه عبد الجواد بن الحاج، سمعتكم واحد المقطع. اما راه دارت بينه وبينه عده مكالمات
ومع ناس اخرين تابعين للعصر الملكي بالرباط اللي غادا تجي الوقت ديالها وغادا نعلنوا عليها، وكل حاجه غادا تجي في الوقت ديالها وغتخرج، خصوصا غتخرج في المكان المناسب، ماشي في اليوتيوب، غتخرج في المكان المناسب. كيفاش دابا كتجيو كتهجموا على النقيب محمد زيان اللي هو اليوم مشدود ظلما وعدوانا، انتقاما منه شادينه، انتقاما لانه تيقول لكم فينا هو الملك ما يمكنش يحكم من فرنسا بالزوم وبالواتساب. كيقول لكم فينا هو الذهب ديال طاطا، فينا هي النقره ديال طاطا، فينا هو الفوسفات. هادشي هو اللي ضركم، وخصوصا فاش قال لكم الملك ما قادرش يحكم ويمكن له يحيد من العرش ويدير ولده. هذه هي اللي زادت حمقاتكم. اذا اليوم المغاربه والعالم كيشوفكم انكم كتنتقموا منه. اليوم وصلتوا انكم فقدتوا الصواب ديالكم، ما بقيتوش قادين على الهضره اللي كيخرج لكم ودخلتوه باش تسدوا ليه فمو. هذاك الشيء علاش دخلتوه للحبس، باش يسكت، باش تسكتوه، لان حاولتوا معاه بجميع الطرق وما قدرتوش تسكتوه. حاولتوا معاه بالتهديدات، حاولتوا معاه بالفبركه ديال الافلام البورنوغرافيه وعريتوه وخرجتوه للمواقع ونشرتوا داك الشيء. حاولتوا معاه، سجنتوا ليه ولده ب3 سنين في الاول، ما سكت، زدتوا لولده 6 شهور، ما سكت. عليكم الحل الوحيد باش تسكتوه، كان خاصكم تدخلوه للحبس، خاصكم تدخلوه تكفروه عندكم باش تما يسكت. هذا هو اللي وصلتوا له. ومن بعدها خارجين يا المنافقين تروجون الصلاه وشرب الخمر. ماشي شغلنا حنايا يصلي ولا يشرب الخمر ولا يدير اللي بغا. منين يكون في المسؤوليه وكيشرب من المال ديال الفلوس الشعب، ديك الساعه نجي نحاسبو. انا دابا اللي خاصني نحاسب وخاصني نشوف واش كيشرب ولا ما كيشربش، واش كينعس مع الرجال ولا ما كينعسش مع الرجال. هو الملك المفترس واللي كيكلف الشعب المغربي مليون ديال الاورو كل يوم، كل نهار مليون ديال الاورو كتخسر. وعاد زيد عليها الملايير الاخرى اللي كيخسر في الديبلاسمات، وعاد زيد عليها داك الشيء اللي كيشفر، وعاد زيد عليها داك الشيء اللي كيهرب لبرا، وعاد زيد عليها التهرب الضريبي وكل شيء. هذه الممارسات الاجراميه اللي كيدير، هذا هو اللي خاصني نتحاسب معاه. وهذا خصوصا علاش خاصني نتحاسب معاه، لانه كيجي كيقول لي انه امير المؤمنين. وهنا غادي نقول ليه كيفاش امير المؤمنين وكتشرب الخمر؟ ها انت امير المؤمنين في الرباط وها انت سكران في باريس. ايوا شتيو هذا النفاق ديالكم. هذا هو اللي خاصنا نهضروا معاه. واش محمد زيان شفناه في هذه الحاله هذه؟ واش شفناه في هذه الحاله يتمايل في الشوارع ديال باريس او لا في الشوارع ديال الرباط؟ ايوا جيبوا لنا وريونا. احنا لحد الان كنشوفوا الملك المفترس امير المؤمنين ديالكم واللي كيقول لكم جدوا الرسول، ها هو سكران، ها هو كيعربط. وكنعاود نقولها وكنأكد عليها، حنا من حقنا نسالوا الملك علاش كيشرب الشراب، لانه تيقول لنا امير المؤمنين. اي حيد ديك الجلابه ديال امير المؤمنين، يقول يتنازل عليها، يقول انا ماشي امير المؤمنين، وديك الساعه الدنيا ما غاديش نجيو نقولوا ليه علاش كتشرب، ما غاديش نجيو نقولوها ليه. اذا الخوت كنعاودوا نقولوها وكنأكدوا عليها، يجب اسقاط هذه الملكيه المجرمه، هذا الملك المفترس محمد السادس يجب اسقاطه، يجب محاكمته على هذا الكذب، على هذا النفاق، على هذا التدليس ديالو والاجرام ديالو اللي داير في حق الشعب المغربي. وكذلك محاكمه جميع العصابه اللي دايره به، امثال الشفار والجلاد الخبيث منير الماجدي الكاتب الخاص ديال الدكتاتور محمد السادس، الجلاد والخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي، الخبيث ياسين المنصوري، والخبيث علي الحمه الذي يلقب نفسه بعالي الهمه. وكما وعدناكم دائما الخوت، اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ خوتي المغاربه، خواتي المغربيه، نتمنى لكم يوم مبارك. موعدنا الحلقه المقبله. السلام عليكم، مع السلامه.